السلام عليكم، ازيكم يا حبايباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد صحه واحسن حال. النهارده ان شاء الله هكمل لكم سلسله مشترياتي او الجزء الثاني من مشتريات بنتي اللي هي جابتها معايا لما كنا في السوق. طبعا هي جابت شويه اكسسوارات وجابت شويه حاجات كده عاوزه اوريها لكم. فهتفضلي يا رويده. طبعا اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ جبت عندكم التاتو ده. اسمه تاتو العربي. في طبعا تاتو مختلف، ده التاتو العربي انا بحبه. اللي زي ما انتم شايفين كلمات عربيه باللغه العربي، وهنا طبعا انتم شايفين برضو باللغه العربيه. انما ده تاتو يعني بتاع العرايس، حاجه زي كده. بيدي برضو يعني ورود وفراشات الاطفال الصغيرين بيفرحوا بيه. في عندي ده اللي أزمة كل بنات لابسين العبايات، مثلا ان هو خارجين في المطعم عند اصحابهم في اي حته، طبعا عبايتهم بتتعص اكيد طبعا، فلازم يكون معاهم مناديل. فدي دي مناديل مخصصه للعبايه السمراء. طبعا العبايه السمراء زي طبعا انا لابسه اللي انتوا شايفين ادي عبايتي اهي. فهوريكم، يعني انا عبايتي متعصه، هوريكم جزء منها. انتوا شايفين عبايتي مش نظيفه، هقعد ادعك لما تروح. انتوا شايفين بقت نظيفة جدا، وبص المنديل بقى عامل ازاي. فدي بنصح اي بنت عايزة تحل الازمة بتاعتها تكون موجودة زي ما انتوا شايفين في شنطه ايدها على طول، شنطة جميله ايدها، شنطة جدا. ظهرها، مفيش اي مشكلة. في عندي دي دي مثلا البنات اللي شايفين شعرهم وكده، او عايزين بدل ما يصبغوا يجوا تلون شعرها ولا حاجه، بتروح جايه عامله مثلا شعرها كده دول حصان وتحطها شكل يعني منظر. طبعا هو في الكاميرا باين لون تاني، بس في الحقيقة لون تاني خالص. هو لون جميل جدا صراحه وعجبني برضو، وعشان كده جبته برضو معاها. والحاجات دي حبايب قلبي من عند محل ابو ريال اللي في سوق المعجل. كل الحاجات دي يعني في منها بريال، في بريالين، في ب5. المناديل دي ب5 اللي هي المناديل العبايه السمراء. 3 ريال، وفي دي بريالين. خلينا في عندي دي بصراحه مش انا منقياها، مامتي طبعا الجميله هي اللي منقياها لي، تسلم ايديها. دي شايفين علقه حلوه جدا، زي ما انتوا شايفين. شفتي زي الدبدوب شكله حلو وجميل. ليه ديل طويل، تقدري تعلقيه شنطتك مثلا في اي حته انت عايزاه في اوضتك. بصراحه انا جبته للاوضه بتاعتي عشان عايزه اعلقه، وشكله جميل جدا. عندي مراية الحلوة الجميلة دي اللي عليها بنت كيوت. طبعا يعني المراية لازم تكون في اي حتة لاختك الصغيرة، تشيلها مراية، عايزة تصلحي شعرها، عايزة تشوفي شكلك، تشوفي طرحتك مظبوطة ولا لأ. فلازم يكون معاكي مراية صغيرة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، زي ما انتوا شايفين حجمها ازاي. ودي بريالين. في عندي دولو انا جايباهم لاختي الصغيرة، ردوني. انتوا شايفين عشان لو بتحبي تعمل شعرها اي حاجه زي كده، فانا وماما يعني مسح لها شعرها. انتوا شايفين اشكال والوان حلوه، طبعا ده بريالين ودي بريال. اشكال جميله، في طبعا شايفين فيها ورود وفي قلوب، فحلو قوي للاطفال الصغيرين. عندي الاثنين دول بصراحه جايباها، دي بيسموها هنا، عندي الاثنين دول بيسموها هنا عندهم بتاع الصداقه يعني، فجايبه واحده لاختي واحده ليا عشان نلبسهم مع بعض. لونها حلو، في الوان كتير بس مفيش غير اللون الجميل ده، لونها بينك. هي بتعشق اللون البينك. فالاتنين بريالين. عندي دي برضو للردين الصغيره، انتوا شايفين مرايه ومشط. والمشط ده يعني سهل جدا وناعم خالص للاطفال زي رودينا، وممكن كمان تاخده معاها في شنطه ايدها وهي خارجه. ولونه بينك وعليه دباديب وكلاب وحاجات حلوه قوي. ده بريالين تقريبا. طبعا في عندي الطبق ده، عشان انا بجيب تحف للغرفه بتاعتي، فالطبق ده جميل جدا وشغل. بريال تقريبا؟ لا كان بريالين. فشغل جميل جدا وحلو. في عندي الاسواره دي، دي بيقولوا ان هي عمل يدوي يعني، بس هي روعه جدا، بريالين والوان جميله. احطيها هنا. في عندي دي بقى اللي انا يعني بعشق الغوايش اللي زي كده، اللي هي تبقى شد. انتوا شايفين ازاي بتشد دي، جميله جدا ولونها اسود، تقدري تلبسيها في اي حاجه، في اي طقم، في اي حاجه، حتى لو كان عبايتك لو كنت محجبه طبعا زيي، فتقدري تلبسي زي ما انتوا شايفين، تقدروا تلبسوا الغوايش تمشي مع العبايه.
في عندي السلسله دي انا جايباها لمامتي زي ما انتم شايفين. طبعا هي سلسله غريبه شويه، بس يعني بحس عن طلعت ان هي بتتامل مع في حياه الطبيعه. طبعا ماما عندي الاسواره الجميله دي بيضاء تمشي معايا كل الطقم للصغار والكبار. برضو بريال. عندي التوكه الجميله دي لما اكون قاعده في البيت بريال طبعا. دي لما اكون قاعده في البيت وكده. طبعا دي من ايد مامتي الجميله، هي من اهالي، تسلم ايديها. في عندي الحلقين دولو، صراحه انا اللي منياهم طبعا يا ماما. فعندي الحلقه الشفايف ده، وفي لقطتين كده حلوين تقدري تلبسيهم في كل الحفلات. في ده طبعا مامتي هي من اهالي، طبعا ذوقها جميل جدا وبالذات ده عجبني. فده الاتنين دول بريالين طبعا حلوين جدا. فيعني هو حلو كل المناسبات ويمشي كل الحفلات. عندي الخاتم ده طبعا ده ذوق مامتي، والخاتم ده برضه ذوق مامتي. ده يعني وردة يعبر عن الحياة الطبيعية. ده بريال، وده روج برضه بريال. عندي الخلخال ده طبعا هنسميه عندنا خلخال، مش الله مش عارفه تسموه ايه عندكم، بس هو خلخال جميل للرجل. انتوا شايفين ازاي يعني تحطي هنا معاه خاتم لصابع الرجل. فجميل جدا. في كمان واحد تاني لو عايزه تشوفه اوضح، في ده لون البينك وده لون البنفسجي. انا جبت اتنين زي ما انتوا شايفين، الاتنين بريالين، كل واحد فيهم بريال. وعندي ده برضو نسيت اوريهولكم، برضو ده برضو بريال جميل جدا وحلو للنساء او للبنات. في عندي الطوق دي طبعا ده ذوق مامتي. لو انت مثلا عايزه تعملي شعرك كده، تعملي فورمه انت قاعده في البيت، خارجه عند اصحابك، ما كنتش محجبه، لاختك الصغيره كده. انتوا شايفين الوان واشكال حلوه جدا. عندك القلوب، عندك الميلود. في الاحمر ده طبعا ماما بتعشق حاجه اسمها الازرق والاحمر، فجايبه الالوان دي اوريكم كل الخلخال. في عندي الخلخال ده اللونين مع بعض جميل جدا وحلو. تلبسيه على رجليك. في ده بقى ده اللي كل البنات بيعشقوه، اللي انتوا شايفين شكله ازاي. اكيد 3 الوان في بعض. طبعا انا بعشق حاجه اسمها الخلاخيل، مش عارفه والله يعني تسموها ايه عندكم. في عندي ده حرف الكي، حلو جميل جدا. يعني لو عايزه مثلا تدي مصدر لايدك وانت مثلا لابسه حاجات صغيره او كده، فيعني بدل ما تلبسي خواتم كبيره تلبسي حاجات صغيره. فعندي طبعا انا بعشق كل حاجات الصيني والكوري، فانا عندي سلسله كوريه دي انتوا شايفين ازاي. طبعا هي ماركه كوريه. هذه الماركه يعني الله عارف اسمها ايه، بس هي بالصيني او الكوري. انتوا شايفين قلب بريالين، هي طبعا ماركه صينيه جميل جدا وهي بريالين زي ما انا قلت لكم. في عندي دي برضو الكوري. ده انتوا شايفين كل الولاد انسيال دي البنات او الولاد، وهي حلوه جدا، بيسموها سلسله الصداقه. لا بس بتهيألي دي للبنات عشان اللون البينك. لا بس انتوا في الصوره في ولاد لابسينها. لا عندنا احنا ما بنلبسوش الولاد الالوانات. المهم هو عندهم بيلبسوا كل حاجه. ماشي. دي بيسموها عندهم يعني في الكوريين لما بحثت عليها بيسموها قوشة الصداقه. حلوه جدا وجميله. في دي القروش، دي الاخت الصغيره. ده 100 ليره. فحلوه جدا. قروش يعني كأنك غنيه او كده، جايباها الاخت الصغيره ان هي بتعشق الفلوس. كده خلاص مشترياتنا خلصت. دقيقه مش ما خلصتش. اتفضل. دي حاجه مهمه. طبعا في حاجه لازم تعرفوها عن التاتو، قلت اديها لكم في اخر الفيديو. ازاي تعملي تاتو؟ بنات كتير بيشتكوا لما يجي يعمل تاتو يعني في نص بيبان. في التاتو العربي والتاتو العادي زي بعض. بتقصي على حسب اللي انت عايزاه، وتيجي حطاه مثلا على ايدك هنا، وتجيبي قطنه او بنديل مبلل وتيجي عاملاها بالراحه ومتكيه عليها جامد. بعدين تجيبي منديل ناشف وتمسحيه، تخليها دقيقه وتيجي شايلاها. ويعني حتى هو حاطلك الطريقه اهو زي ما انا قلت برضو انتوا شايفين. وبس هيطلع جميل. ويا رب يعجبكم الفيديو، واشتركوا بقناه مامتي، حطوا لايك للفيديو، ولو عجبكم ادينا اقتراحات تانية عن مشترياتي. في قناه ايه بقى؟ في قناه طبخ وفضفضه من مطبخ ام كريم كوكي، واشتركوا ليها. ويا رب يسعد كل الجميع اللي يتفرج على الفيديو.